يا صباح الخير. يلا النهاردة هنعمل مع بعض عجينة الطعمية، وهي سهلة وبسيطة وكلها حاجات موجودة عندنا برضو في البيت. وبتقدري تخزنيها في الفريزر، بتاخد معاكي برضو يعني لمدة اسبوعين، مفيش اي مشكلة، لا بتغير لا في الريحة ولا في طعمها. معايا هنا نص كيلو فول مدشوش، وبتبليها قبليها بساعتين، وبنضيف هنا مع حزمة كزبرة وحزمة كرات. وبقى هنا بحتاج 5 فصوص توم وبصلاية واحدة، وبطحنهم هنا في الكب عندي. افرميها كويس جدا عشان تبقى ناعمة، وتقدري تضيفي معاها بيضة، مفيش اي مشكلة. انا هنا فرمت الحاجات كلها، ما بلاش تفرميها مرة واحدة، انا هنا نزلت بيهم بالتدريج شوية شوية، وتنزلي بيهم علشان الكبة ما تقفش منك وتعزلك. هي كانت لسه هنا محتاجة حبة، فرمتهم تاني. وانا ضفت هنا حوالي نص معلقة كربوناتو. انا هنا ضفت التوابل: فلفل اسود، كمون، ملح، كزبرة ناشفة، من كل حاجة نص معلقة. هي كده بقت جاهزة معايا، واقدر دلوقتي سيبيها بس ترتاح مع نفسها كده حوالي نص ساعة، وبعد كده بتبتدي تحمريها في الزيت. ونضيفة وانتي اللي عاملاها بايديكي. كل حاجة موجودة ومتاحة عندنا، وتقدري تقدميها بالشكل اللي انت شايفاه ده، زي ما تحبي تعمليها في سندوتشات، تقدميها فول وطعمية برضو، مفيش اي مشكلة. انا هنا كنت محمرة بطاطس وبيض وكل الخضروات اللي انت شايفاها دي. والف هنا، صحتين وعافية. حاجات سهلة وبسيطة وموجودة كلها في البيت عندنا. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناة والاعجاب بالفيديو عشان يصلكم كل جديد. صحتين وعافية.